فيفا تختار ملف المغرب اسبانيا البرتغال كمرشح واحد لاحتضان كأس العالم، وهذا اختيار اللجنة التنفيذية للفيفا، واختارت كما قلت المغرب اسبانيا البرتغال كمرشح واحد كما باش يصير مع امريكا والمكسيك وشنو البلاد الاخرى كندا عام 2030. دونك باش تكون المغرب البلد العربي بعد قطر. التعليق انقسمت، فما اللي عرفت فرحان للمغرب وقال صح عليها المغرب هذه نقلة كبيرة لها، وفما اللي تأسف وقال شوفوا المغرب وين وصلت واحنا وين، هذوما البلدان اللي تخدم على روحها. ونوفى بالتعليق هذا كان جات الدنيا دنيا، راهو المغرب العربي هو اللي يستضيف كأس العالم، كان جينا خدمنا على رواحنا وحسنا من بلداننا. احنا عندنا استادات يا وين ممكن هو قال لك كان خدمنا على رواحنا. احنا استاد يحضر 2030 يظهر لي بعد ما تنظم تعرف استاد المنزه، تعرف وميمه سامحني انا ما عطيتكش الكلمه هذه تعسف عليا. صحيح دونك انا عطيت الكلمه لحاتم بالحاج. هو معناها علاش ما تصيرش؟ خاطر المغرب والجزائر متعاركين، تونس والمغرب متنابزين، ما نكبروهاش. جوست ملاحظه راي كوب دو موند هذايا معناها 3 بلدان، لكن فما 3 ماتشوات الاوروغواي والارجنتين وذولي باراغواي باش يصيروا، خاطر فما مئويات الكوب دو موند، معناها 6 دول 3 قارات. لكن هذا انجاز بيان سور، والانجاز راهو مش كان على الستادات، راهو زاد النتائج نتاع المغرب في الكوب دو موند اللي فاتت معناها مهمين جدا، يعطيو مصداقيه. خاطر زادك الفيفا تنظم لك كوب دو موند في بلاد ما حاجتهاش باش البلاد هذيك اليميني من البول الاولى. والحاجه جديده راهو كوب دو موند هذيك قداش فيها من فريق الناصر؟ فينا 46 معناها بطوله تخش عليها بطوله شامبيونا قداش بتدوم ذالي مش شهر برك اون بلوس زاد معناها فما قواعد باش تتبدل. وشفنا البارح مثلا في الشامبيونز ليج وليت تتكلم الحكم تاخذ كارتون روج، ما عاد فما قوانين تبدلت وقاعدين ينقصوا في النكهه تاع الكوب دو موند. ناصر انا في بالي المغرب عندها مده تحضر للشيء هذا. المغرب حتى في وقت من الاوقات معناتها حتى من الناحيه الرياضيه وحتى من ناحيه الانفراستركتور، اليوم مش تحكي على كاس العالم وتنظيم، المغرب في وقت من الاوقات طلبت باش تنظم كاس العالم وحدها، اليوم ولات معناتها مع 3 بلدان معناتها حاجه مهمه يا اخوي. في وميمة في الدنيا هذه وفي الحاجات كي من هكايا فما كان الخدمه توسط. اليوم راهو قطر باش عملت الكوب دي موند قبل 28 و30 سنه الناس خطط باش تعمل الكوب دي موند، هذا تخطيط يا حاتم، مش هكاك ترقد وتقوم تقول حاب ننظم كاس العالم. عندهم الفلوس مش حتى سور البلون معناتها فوتباليستيك ولا من الناحيه الرياضيه برك، لكن الامكانيات كبيره لازمك تتحط ويكون دوسي معناتها مهم وثقيل باش تنجم تاخذ كاس العالم. يا خويا اللي يخدم يستاهل، واحنا نفرحوا بالطبيعه كي باش يكون بلد شقيق المغرب انه ينظم كاس العالم، تحب ولا تكره هو شرف لان احنا كعرب وكتوانسه. السؤال هوني يا زيد، كنا ماشيين لقطر وبعد ما مشيناش، هاي تو هاي جارتنا وبجنبنا زعما نمشيو ان شاء الله يا خويا المغرب ان شاء الله، والله ان شاء الله نحن يقلبونا في زوز كوب دي مون، روسيا وقطر. روسيا جانا متحيل وقتها وقطر ما كتبتش انا غالب وقتها، نحن التلفزه بالحق ان شاء الله في المغرب نمشيو، المغرب ديالنا نمشيو ان شاء الله نمشيو للمغرب.